ازيكم يا شباب؟ إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا النهارده طالع كده اتكلم معاكم بخصوص الموضوع بتاع زيزو، الشقه السخيفه اللي احنا عايشين في مسرحيه ملهاش اي تاتا لازمه، واننا الحمد لله كالعاده بقوله بيطلع صح ولسه هنعيش في المسرحيه دي حبه كمان. انا بس طالع كده ايه، انا برضه هبص يا جماعه هشرح لكم بايجاز كده ان شاء الله الشقه بتاعت نادي الزمالك والشقه بتاعت زيزو، واقول لك حتى يعني هم ليه حتى مطولين في الموضوع يعني، وتوقعات واللي يعني اللي هيحصل في مصر، وبعد كده ايه القضية بعد كده هتطلع على الفيفا. يعني بصوا باختصار كده شديد كده اهو، القضية كده كده هتطلع على الفيفا، سواء الحكم لصالح نادي الزمالك او الحكم لصالح النادي الاهلي او لزيزو يعني. ففي الحالتين، لان دلوقتي هيطلع حكم بعد كده هيتطعن عليه من اي طرف، يعني الطرف المتضرر هيطلع على الحكم، فهنطلع لجنة التظلمات وبعد كده نطلع على الفيفا. انت ما ينفعش تطلع على الفيفا على طول، كنا طلعنا. بس الفكره ان انت عندك للاسف مجلس ضعيف جدا جدا جدا، مباح لاي حد. المجلس ده لو كان قوي كان القضيه دي خلصت في شهر، في شهرين بالكتير. لكن ان قضيه تبقى عندنا من شهر 4، احنا النهارده شهر 10 وداخلين على 11 يعني، اكتر من 6 شهور اهو او 6 شهور القضيه لسه هات وخد رايح جاي. يا جماعة احنا بنشوف كل يعني، هل يا جماعة مثلا في دولة زي انجلترا، فرنسا، المانيا، اي دولة من الدول دي، هل اللي في حد في قضية يبقى في لعيب عليه قضية بقى من السنة اللي فاتت لسه ما اتحكمش فيها؟ فطبعا ايه ده احنا لسه في أول مرحلة، لسه بقول لكم في الحكم. وبعد كده نطلع على محكمة اسمها دي اللي هي لجنة التظلمات، وبعد كده نطلع على المحكمة الدولية. الزمالك باختصار كده شديد، الزمالك هياخد حقه في المحكمة الدولية. الزمالك ولا هياخد حقه دلوقتي في القرار اللي جاي، في الحكم اللي جاي ده، ولا هياخد حقه في التظلمات. بس دلوقتي الشق الزمالك ايه بيقول لك ايه الزمالك مشيك زيزو 3 شكوات في شكوى واحدة، زي كده كومبو او شامبو 3 في 1. او شكوى وبالعقل كده يا جماعه، زي ما قلت قبل كده احنا هنستخدم العقل. اي حد حمير بيب بيب نسانيس، مش عاوزين ايه شغل تخلف. انا عاوز ايه يعني بيني وبين اي حد العقل، وبعد كده ايه الرهان بيني وبين اي حد مع الوقت. مع الوقت الحمد لله الكلام بيطلع صح. فاول حاجه الزمالك اشتكى زيزو، ودي حاجه ما فيهاش فصال، ان هو قعد حوالي 26 يوم او 28 يوم متغيب عن التمرين. هل ده يا جماعه فيها مشكله؟ يعني احنا مثلا بقت بلنا عليه لعيب قعد تغيب عن ناديه في عز البطولات، كان بينافس لسه على الدوري والكاس والكونفدراليه، تغيب. وبعد كده رجع قال لك اصل انا كنت خايف يضربوني. طب انت هو لما جيت حد ضربك؟ ده بص انا لازم مش هخش في تفاصيل. ده اول شكوى ان هو لعيب متغيب ولازم فدي كده اساسا دي لوحدها هتوقفه كده من 4 ل6 شهور. الشكوى التانية إن زيزو مضى في النادي الأهلي في وقت ما ينفعش كان يمضي فيه، وقت غير قانوني. مصر كلها عارفة إن هو كان ماضي من شهر 3 ولا من شهر 2. وإعلام إعلام جيبي إعلام جيمي بتاع جيم جيم هم حتى اللي سيحوا له. فدي نقطة يعني، ما بص بص يا جماعة، ما تجيبش كلام من عنده. هل بالمنطق كده في واحد يجي يقول لك إن زيزو مضى في الميعاد بتاعه اللي حتى اتحاد الكورة حدده يوم 6/6؟ يعني هو احنا النهائي الكاس خلص 5/6، فهل بقى ينفع ان النهائي الكاس يخلص 5/6 وزيزو قعد مع النادي الاهلي واتفق وحجز تذكره اللي هي اساسا محجوزه، تذكره الطيران دي محجوزه بقالها مثلا بتاع شهر ولا حاجه، يا عم بقالها 3 ايام، خلاص بقالها 3 ايام. المهم ان هو ايه كل ده اتعمل في ساعتين ثلاثه كده، طلع على الطياره في امريكا. يا جماعه كلام اهبل. وعمل اعلانات وعمل انترفيو، كل ده سبحان الله في اقل من ساعتين ثلاثه، وسافر في نفس اليوم على امريكا. فطبعا بس هنا عادي جدا يقول لك لكن عشان كده بقول لك في الفيفا يا باشا القضيه دي مش هتاخد 3 4 ايام. لا مؤاخذه واحد اقول ايه، بس واحد لسه ابن النهارده هيخلص فيها. بس الفكره بقى ايه، ان هم عشان كده بيطولوا في القضيه، عشان عارفين ان هم كده كده مجرد ما وصلت للفيفا هي خلصانه. الحاجه الثالثه ان الزمالك بيشتكي في زيزو ان هو عمل اعلانات وعمل 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 وما ايه، وما خدش حقه من نسبه الفلوس يعني. ده كده بالنسبه للثلاث شكاوي بتوع نادي الزمالك. تمام. الشقة بقى العبيطة بتاعت زيزو بيقول لك ايه، انا عقدي الزمالك عامل لي عقد مثلا ب 83 مليون، وكاتب لي ورقة. المفروض الورقة دي اساسا ان هو ايه الزمالك كان كاتبها له عشان يفصل له البنود. قال لك لا، ده هو بعملها لي عشان ايه يديني كمان ايه في يعني فلوس تانية. ازاي يا ابني؟ ما هي الورقة هي متفصلة ايه، بس هو ايه طبعا هو عامل ايه
هم قالوا له في الاهلي اعمل كده عشان يعني ايه، نقول بقى ايه ده قصاد ده والدنيا تمشي. بس طبعا كالعاده انا لسه بقول لك ايه، فبس باختصار شديد كده انا بس حاجات الشقه بتاعت نادي الزمالك، والشقه العبيطه التافهه بتاعت زيزو والهبل اللي ماشيينه. بس ليه؟ عشان هنا في المحكمه عندنا هتلاقي هنا الحكم هيطلع حكم طبعا هيبقى فاجر كالعاده. وبعد كده هيطلع لجنه التظلمات تيجي تقول لك شلت يداي وشلت عيناي، بس نفس الهبل ونفس الثنائي ونفس المسرحيه السخيفه اللي احنا اتكلمنا فيها 50 مره. فبعد كده نطلع على الفيفا. الفيفا يا باشا هتاخد حقك تالت ان شاء الله باذن الله، تالت ومتلت. وبعدين بقى احنا خبره بقى، احنا ناس عندنا في الفيفا قضايا قد كده، فاحنا خلاص عارفين اللي فيها يعني. فالحاجات القضايا زي دي يا باشا بتبقى كده خلاص ما فيهاش. هتلاقي برضه ايه شويه البيب البهامي يجي يقول لك اصل مش عارف ايه، وانت يا باشا هقول لك اهو انا بيني وبينك الوقت والزمن فخلصنا. فليه بقى دلوقتي بقى ليه بقى عندنا في مصر هنا بيطولوا قوي في المده؟ عشان مش عاوزين، هم عاوزين زيزو يلحق كاس العالم. هم عارفين ان زيزو لو توقف هيتوقف 6 اشهر على الاقل، ده غير برضه غرامات وغير. ممكن ما يلحقش كاس العالم. عشان كده هم بيحاولوا ينقذوه من كاس العالم. عشان كده انا بقول لك لو احنا عندنا اداره تفهم واداره ذكر فيها ذكر، كانت تضغط على الاتحاد تقول لي يا عم الاتحاد، وانا قلتها قبل كده 50 مره يا عم دين اي حكم. يا عم اقول حاجه، توصيني حكم ان انا غلطان، انا عاوز ان انا اقول يا عم زي ما كله غلطان، هو المفروض يدفع 80,000 مليون. تمام. ونطلع على محكمة نطلع على التظلمات وتديني هي كان فاهم، تبصم كده على الحكم تقول فعلا لازمك غلطان ولازم تدفع 80,000 من تشيليون مليون. تمام. بس ساعتها بقى فصل الفيصل ايه؟ نطلع على محكمة الدولية، المحكمة الدولية. بس هم مش عايزين يعملوا كده اهو. لان هم لو كانوا واثقين ان الحكم في زيزو كان 3 دقايق كان الموضوع خلص. وهم اساس الموضوع خلاص، الموضوع واضح. لكن حتى النهارده الفوج بتاعهم يجي يقول لك ايه، زمان كان عاوز يبعت مساعدات جديده. ايه ده عاوز يبعت مساعدات جديده؟ طب خد شهر. يا جماعه التخلف ده ايه اساسا؟ اصلا المفروض الزمالك يبقى باعت كل مساعداته. هي مثلا انا دلوقتي قدمت شكوى بالمساعدات بتاعتي، وزيزو قدم شكوى بالمساعدات بتاعته، خلاص انا جيت يوم وده جه يوم ونخلص. لكن ده بقى ده يجي وده يقعد وده يرد، وده ما يبعت ابوه زي الحضانه، زي عيل صغير راح الحضانه ما يجيش غير بابوه، وما يجي بابوه وما بيجي كل شويه حجه وكل شويه هبل وعبط. فكل عشان يطولوا المده بس عشان يخلوه يلعب كاس عالم. لكن انا بقول لك هو زيزو اجلا عاجلا ان شاء الله موقوف وهيبقى عليه غرامه. وكمان دي والحاجه بقى اللي لسه ما حدش قالها قبل كده وانا باخدها كده من العبد لله. ان زيزو ان شاء الله يعني قال لهم كده وماضي عقود مع النادي الاهلي، اي غرامه هتقع عليه يعني الاهلي هيدفعها. فهو كده كده هو راكب النادي الاهلي، فهو عشان كده هو مش همه اصلا. بس يعني باختصار يعني. الحاجه الاخيره برضو اللي انا برضو قلتها قبل كده وقلت وبقولها تاني وتالت، استنوا امام عاشور وشوفوا هيعمل ايه في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. وشكرا. باي باي.